يا أهلا وسهلا. قصة عجيبة. محمد سهيل صاحب بقالة باكستاني في أمريكا، دخل عليه حرامي، دخل ومعاه مضرب بيسبول يبغى يسرق المحل. فمحمد طلع بندقية، فالحرامي خاف وجلس على الأرض وقاعد يتوسل لصاحب البقالة أنه يسامحه، وقاعد يقول له أنه آسف وأنه اضطر أنه يسرق لأنه ما عنده أكل وعنده أسرة لازم يصرف عليها وما عنده فلوس. فالسؤال، إيش سوى محمد صاحب البقالة في هذا الموقف؟ قال له لو طلبت مني فلوس كنت اديتك، أوعدني أنك ما تسرق تاني، وأداله $40 هنا اهي، وأداله مع الفلوس رغيف عيش ياخده معه علشان أهله. فالحرامي من شدة انبهاره بردة فعل محمد طلب منه أنه يصير على دينه، فرفع يده ولقنوا الشهادة في المحل. وانتهى الموقف بأنهم سلموا على بعض، وخرج الحرامي من المحل بسلام وهو مسلم. ما خلصت الحكاية. بعد كم شهر جاء لمحمد ظرف فيه $50 وخطاب من الحرامي. الخطاب بيشكر فيه محمد وأنه هذا الموقف غير حياته، وأنه الآن أصبح يعمل وأقلع تماما عن السرقة. ونهى الخطاب بي: من أخوك المسلم. All the time I'm thinking my mom. My mom say, help anybody if anybody need help. The letter is signed your Muslim brother and the right. لو كانوا كل المسلمين بأخلاق محمد سهيل ما شاء الله، فهذه أحسن دعاية وأحسن ترويج للإسلام. هذا الموقف ب1,000,000 خطبة. وما نتعامل زي ما بعض الناس في تويتر وفيسبوك بيسووا لما واحد يغلط يهاجموه كأنه يعني مسكوا عليه زلة، مع أنه كلنا خطائين. ايوه كلنا خطائين وكلنا عندنا ذنوب، كل بني آدم خطاء. لذلك المجتمع المفروض يتعامل مع اللي يغلط بطريقة تخليه يرجع، مو تخليه يتمادى في ذنبه.